السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي الكرام متابعي قناة مملكة الطيور في كل مكان، في هذا الفيديو سأجرد لكم أهم أسباب هجر أنثى للعش. أولا أصدقائي الكرام، فمشكل الرئيسي فهو الفاش، لذلك ننصح بوضع بودرة لمحاربة الفاش قبل أن تجمع الأنثى خيوط التعشيش. سبب أيضا متعلق بالفاش، وهو بعض المربين يقومون برش أو وضع أدوية للفاش بعد أن تكون الأنثى قد وضعت بيضها، فالأنثى تكون عندها حساسية مفرطة من تغير رائحة العش فتقوم بهجر عشها. سبب آخر أصدقائي الكرام فهو متعلق بالتغذية. يجب الاكتفاء من أي تغذية محرضة على التزاوج مباشرة بعد إدخال الذكر على الأنثى. سبب آخر أصدقائي الكرام فهو فيتامينات الخصوبة. فيتامينات الخصوبة فهي سيف ذو حدين، فكما سبق وأشرت في أحد الفيديوهات السابقة يجب الاكتفاء منها مباشرة بعد إدخال الذكر على الأنثى. فشخصيا هذا العش فالسبب الرئيسي في هجر الأنثى له فهو الخصوبة الزائدة. سبب آخر فرئيسي أصدقائي الكرام فأنا أركز عليه فهو الفواصل والعوازل بين الأقفاص، يجب وضعها بإحكام. لا تترك ولو أي ثقب صغير لترى منها الطيور بعدها البعض، لأن هذا السبب سيشكل لك مشكل كبير قبل وبعد الفقس. لذلك المرجو أصدقائي الكرام وضع الفواصل بإحكام جيد حتى لا ترى الطيور بعدها البعض. سبب آخر أصدقائي الكرام فهو بعض الإناث يكون عندها عيوب أو قصور، ولكن هذا يحدث نادر جدا. الحلول أصدقائي الكرام فأنا شخصيا فالإناث التي تكون جالسة على بيوض غير مخصبة فأنا لا أقوم بإزالة ذلك البيض تحسبا لمثل هذا المشكل. عندما ترى أن الأنثى هجرت عشها بسرعة كبيرة يمكن أن تغير لأنثى أخرى البيض الغير مخصب بهذا البيض. فأنا هذا المشكل فوقعت فيه مرتين في هذا الأسبوع. أنثى الأولى فوضعت البيض لأنثى أخرى كان عندها البيض غير مخصب، ولكن هذا العش مع الأسف فأنا فقدته. أتمنى أن ينال هذا الفيديو المحزن صراحة، فنحن نرى الفراخ تقريبا في عمر 8 أيام نفقت. أتمنى أن ينال هذا الفيديو المحزن إعجابكم أصدقائي الكرام، وشكرا.